بتبدأ قصة الفيلم بولد صغير بيلعب بالكرة على شاطئ البحر، وكان ساعتها بيتمشى واتفاجئ وقتها إن في خوذة مرمية على الشط ومتثبت فيها كاميرا، ففتح وقتها الفيديوهات اللي في الكاميرا وشاف ناس بتتزحلق على أمواج البحر وبيقضوا وقت لطيف مع بعض لحد ما في حاجة حصلت ليهم وفجأة هجمت عليهم سمكة قرش ضخمة وقتلتهم كلهم، فجري على طول الولد الصغير من الشط وكان مرعوب وخايف جدا. وهنا تبدأ قصتنا وبنشوف بنت اسمها نانسي وهي كانت طالعة أجازة في المكسيك تغير جو شوية، وده لأن كانت مامتها لسه متوفية وحالتها النفسية مش أحسن حاجة، فقررت إن هي تاخد أجازة وتفصل دماغها شوية لغاية لما نفسيتها تستقر. وقتها نانسي كانت رايحة شاطئ في المكسيك وكان معاها السواق اللي بيوصلها وبنعرف إن اسمه كارلوس، وكان بيتكلم مع نانسي في الطريق وبيقول لها ليه عايزة تروح الشاطئ ده بالتحديد، فردت عليه وقالت له إن مامتها كانت بتروح الشاطئ ده وهي حامل فيها، وحكت ليه إن مامتها لسه متوفية وهي كان عندها رغبة تزور الشاطئ ده لأنه بيفكرها بيها. ففضلت نانسي طول الطريق بتتفرج على صور لأمها، فنصحها السواق تسيب التليفون وتتفرج على المناظر الطبيعية اللي في الطريق، وهنا شكرته نانسي على اهتمامه وسابت التليفون من ايديها على طول. بعد كده بتيجي ليها رسالة من صاحبتها كانت رايحة الشاطئ معاها وقالت لها إنها مش هتقدر تطلع الشاطئ النهارده معاها لأنها مرهقة شوية، ورغم إن نانسي ما بتحبش تطلع أماكن لوحدها لكن قررت تعمل الطلعة دي لوحدها. وساعتها وصلها كارلوس للشاطئ ومرضاش ياخد منها أي فلوس، وقال لها كمان إنه ساكن قريب من الشاطئ ولو عايزت أي حاجة تقدر تكلمه في أي وقت، فسلم عليها ومشي على طول. وهنا بدأت نانسي تغير لبسها وتستعد عشان تنزل البحر، فطلعت لوح التسلق وجهزته بسرعة ونزلت على طول المية، وفضلت وقتها شوية في المية وكانت مستمتعة بالأجواء جدا لغاية لما لاحظت شابين قريبين منها وكانوا برضه بيستمتعوا بالأجواء، وكان واحد منهم لابس كاميرا ونصحوا نانسي إنها ما تروحش ضد التيار، فشكرتهم نانسي على النصيحة. وبعد كده اتعرفوا على بعض وعرفوا إن نانسي من أمريكا، فسألوها الشباب إزاي عرفت مكان الشاطئ رغم إنه شاطئ بعيد ومحدش يعرف يوصل له، فردت عليهم إن في حد غالي عندها وقال لها على مكانه من فترة طويلة، فسألتهم لو في أي حاجة خطر هنا إيه اللي ممكن تستخدمه عشان ما تتعرضش لأي حاجة تضرها، فردوا عليها إن في مجموعة صخور لازم تاخد بالها منها كويس وهي بتتزلج، وكمان في موج شديد جدا لدرجة محدش يتوقعها، والموج بيبقى شديد كل كام يوم وبيهدى بعد كده فلازم تخلي بالها كويس. وفي الآخر قالوا لها برضو إن في شعوب مرجانية بتلسع زي الأناديل بالظبط ولازم إن هي تاخد بالها من كل الحاجات دي، وشكرتهم نانسي وسلمت عليهم وراحت بعد كده تكمل برنامج التزلج بتاعها. وفضلت نانسي تتزلج مع الأمواج وكانت مستمتعة بوقتها جدا، وبعد كده رجعت للشاطئ تستريح شوية وتاكل أي حاجة خفيفة. وهنا بيجي مكالمة من أختها فردت عليها وكانت مبسوطة جدا بالمكالمة، واتكلمت مع أختها وحكت ليها عن الشاطئ وإنها مبسوطة جدا من الأجواء. بعد كده أبوها بياخد التليفون من أختها عشان برضه يطمن على نانسي، وكان واضح من كلام نانسي معاه إنها عايزة تسيب كلية الطب وده بسبب موت أمها، فأبوها وقتها كان بيحاول يخليها ترجع عن القرار ده وإن هي ما تستسلمش بالسهولة دي، وقال لها كمان إنها لازم تبقى شخصيتها قوية زي أمها. فاتضايقت نانسي وطلبت منه ما يتكلمش معاها في الموضوع ده تاني، ووقتها خلصت معاه وقفلت على طول. وهنا نانسي ما خدتش بالها من رسالة كانت بعتها صاحبتها ليها إنها مش هتقدر تروح لها الشط النهارده ولازم تشوف حد يوصلها لما تخلص اليوم. فنزلت نانسي البحر تاني وكانت مستمتعة بوقتها جدا لحد ما وصلوا ليها الشابين اللي قابلوها قبل كده ونصحوها إنها ترجع للشط، وده عشان الدنيا بدأت تليل وما ينفعش إنها تكون في البحر وقت الليل، فردت عليهم إنها تركب موجة تانية بلوح التزلج بتاعها وبعدها تمشي على طول. بعد كده شكرتهم على نصايحهم ليها وكملت نانسي في البرنامج بتاعها، وفي الوقت ده كانت وصلت الموجة القوية وكان في مجموعة دلافين بيلعبوا حواليها، ففضلت نانسي تلعب معاهم ودخلت شوية جوه المية وراهم لحد ما شافت قصادها حوت ضخم جدا ميت قصادها في البحر وكانت جثته على وش المية ومتحطب دم كتير جدا، وكان في برضه طيور كتير بتاكل في جثته، فترعبت نانسي من اللي شافته ولفت بسرعة عشان ترجع وهي مرعوبة من الخوف. وفي وقت رجوعها كان في قرش بيتحرك حواليها، ولما جت موجة قوية تاني ونانسي ركبتها كان القرش قرب منها جدا، فخبط القرش لوح التزلج بتاعها ووقع نانسي في المية، فده خلى نانسي تتخبط في الصخور اللي في المية وتتألم جدا، بس قدرت وقتها تسترجع قوتها مرة تاني وطلعت على وش المية، وكانت بتحاول تاخد اللوح بتاعها عشان ترجع للشط بسرعة، بس فجأة هجم عليها القرش مرة تاني وعضها من رجليها، وكانت المية حواليها اتغير لونها للون الدم، وقتها كانت بتتألم جدا ومع ذلك كانت بتقاوم بكل قوة، فراحت بسرعة وطلعت فوق جثة الحوت الميت عشان تخلص نفسها من القرش اللي بيطاردها، وفضلت قاعدة فوق الحوت وكانت بتتألم جدا وبص على الشط من بعيد، ولاحظت ساعتها الشابين اللي كانوا معاها وكانوا وقتها راكبين عربيتهم وماشيين، فندهت عليهم نانسي بأعلى صوت عندها لكن الشابين ما كانوش سامعينها وخدوا عربيتهم ومشيوا، وكان كل الصريخ بتاعها بدون أي فايدة. وفي خلال وقت بسيط بدأت المية تحرك جثة الحوت وخدت الجثة لجوه البحر، ونانسي في اللحظة دي كانت مرعوبة جدا لأنها كل مدى بتبعد عن الشط، ومفيش ثانية وشافت نانسي وقتها صخرة عايمة في وسط المية، وبعدها بسرعة بتشوف القرش جاي في اتجاه جثة الحوت بسرعة رهيبة، وبحركة سريعة منها نطت نانسي في المية قبل ما القرش يهجم عليها وهي فوق جثة الحوت، وفضلت نانسي تعوم بكل قوتها ناحية الصخرة لحد ما قدرت إنها توصل ليها، فقعدت شوية ترتاح وتاخد نفسها من اللي شافته، بس كان وقتها حاسة بوجع شديد جدا وده لأنها خبطت الجرح اللي في رجليها، وكان الوجع أقوى من الأول، ونانسي وقتها ما كانتش مستحملة الألم اللي في رجليها، وكان أي حاجة بتيجي على الجرح ولو حتى مية البحر بتتألم جدا، ده غير كمان إن رجليها بدأت تنزف
بينزف بشكل قوي، فقررت انها توقف النزيف وتقفل الجرح. وطبعا هي عملت كده من خلال الخبره اللي عندها ودراستها للطب، بس المشكله انها ما كانش عندها ادوات تقدر توقف النزيف. بس جات ليها فكره انها تقلع السلسله والحلق بتوعها وتستخدمهم في تخييط الجرح عشان يساعدوها في وقف النزيف. ففضلت تهدي نفسها وتقول انها مش هتحس باي الم، فبدات تستخدم السلسله في خياطه الجرح وقفلت الجرح بيها وهي بتصرخ من شده الالم، وقلعت الجاكيت وربطت بيه رجليها وارتاحت بعدها شويه، فنامت على طول من التعب. واول لما الدنيا ليلت بتحس نانسي ان الجو برد جدا، فقررت وقتها تشيل الجاكيت اللي على رجليها وتلبسه عشان يدفيها من البرد. بس المشكله اللي كانت بتواجهها انها لو سابت الجرح اللي في رجليها يبرد ممكن يجيب نتيجه عكسيه والجرح يفتح من تاني. فقطعت نانسي كم الجاكيت بتاعها ولفت الكم حوالين الجرح ولبست هي باقي الجاكيت، وبكده تكون حلت المشكله. ووقتها نامت شويه، وبعد وقت بسيط قامت من النوم مخضوضه لما حشره من الحشرات قرصتها، فبسرعه قتلت الحشره. لكن ظهرت عندها مشكله جديده وهي انها بدات تجوع، وطبعا هي ما كانش معاها اي اكل، فحاولت تيجي على نفسها وتاكل الحشره، بس في الاخر تفتها وقرفت منها. وهنا شافت نانسي طير نورس كان جريح ونايم جنبها، فدت ليه الحشره عشان ياكلها وفضلت تتكلم معاه لحد ما شافت قصادها لوح التزلج بتاعها طافي على وش الميه بس كان بعيد عنها شويه، فقررت بسرعه تجيب اللوح بتاعها وترجع للشاطئ مره تاني. فنزلت نانسي للميه وبدات تعوم ناحيه اللوح بتاعها، بس كان عندها مشكله لما نزلت الميه رجليها بدات تنزف من تاني، وده خلى القروش يشموا ريحه الدم. وفعلا في لحظتها بدات القروش تتلم حواليها، فرجعت نانسي باقصى سرعه ناحيه الصخره، وللاسف بتتخبط تاني في الجرح بكل قوه. بس مع كل اللي بيحصل لها قدرت تطلع فوق الصخره قبل ما يهجم عليها القروش. وبعد ثواني بتشوف نانسي واحد نايم على الشط، وفضلت تنده عليه بقوه لحد ما سمعها وقام من النوم. بس المشكله انه كان سكران وما كانش في وعيه، وطبعا هي كل ده ما كانتش فاهمه ان هو سكران، ففضلت تشاور ليه من بعيد وبتطلب المساعده منه. لكن هو طبعا كان في وادي تاني وعلى الله حكايته، وكان بيشاور زيها وبيضحك. وكانت نانسي بتشاور ليه من بعيد في اتجاه الشنطه بتاعتها اللي على الشط، وده عشان يجيب تليفونها من الشنطه ويتصل باي حد من قرايبها. وفي الاخر قدر ان هو يفهمها وراح لشنطتها، بس طبعا هو في عالم تاني، فخد تليفونها والشنطه وسلم عليها ومشي. ففضلت تتحايل عليه ان هو ما يمشيش ويسيبها لوحدها، لكن للاسف هو ما كانش فاهم اي حاجه منها. وقبل ما يمشي خالص لاحظ الشخص ده لوح التزلج بتاعها في البحر، فطمع فيه ونزل البحر عشان ياخده معاه وهو ماشي. ولما شافته نانسي وهو نازل الميه فضلت تحذر فيه وتنبهه انه ما ينزلش، وطلبت منه انه يرجع بسرعه عشان في قرش جوه الميه. لكن هو ما اهتمش خالص بكلامها، وافتكر وقتها انها بتحاول تمنعه من سرقه اللوح بتاعها. وفعلا نزل البحر وخد اللوح وكان خلاص خارج بيه، لكن فجاه اختفى من قصادها ومفيش ثواني وظهر الشخص ده على الشط وكان نص جسمه متاكل. فانصدمت نانسي من المنظر اللي شافته وبدات تعيط. وفي اليوم التاني كانت لسه نانسي على وضعها، وكان فاضل شويه ساعات عقبال ما توصل الموجه التانيه الشديده وتضرب الصخره اللي كانوا الشباب بيحذروها منها، وان الموجه دي ليها تاثير قوي وتقدر تحدفها في وسط الميه، وساعتها القروش هيتجمعوا عليها وياكلوها. وهنا بتصحى نانسي من نومها على صوت الطائر الجريح، ووقتها بيوصل تاني الشابين اللي كانوا معاها في الليله اللي فاتت وكانوا نازلين البحر من تاني. فلما شافتهم نانسي حذرتهم انهم ما ينزلوش وان في سمك قرش في المكان وانهم لازم يرجعوا مره تاني للشط. بس هما ما اهتموش لكلامها وقالوا لها ان هما بيجوا هنا كل يوم ومفيش اي اسماك قرش في المكان. بس فجاه طلع القرش وكل واحد منهم، اما صاحبه التاني كان لابس خوذه اللي فيها كاميرا وبتصور كل حاجه. فاتصدم لما شاف اللي حصل لصاحبه وقرر ان هو يهرب بسرعه ويوصل للصخره اللي عليها نانسي. وكانت ساعتها نانسي في مقدمه الصخره ومد ايديها ليه، لكن فجاه الشخص ده اختفى نهائي من الميه، وفجاه ظهر لنانسي عند الصخره ومسك في ايديها عشان تطلعه. لكن القرش كان قوي وقدر يسحب الشاب ده لتحت، وبسرعه الدم بيملى المكان كله. وبعد مرور وقت وما كانش فاضل وقت كتير على الموجه القويه اللي هتضرب الصخره، وفي اللحظه دي كانت الشمس قويه جدا على نانسي، فخدت قطعه من لوح التزلج وحطته فوق راسها عشان يحميها من اشعه الشمس. وهنا الوقت ساعتها كان بيعدي وما فضلش الا وقت بسيط جدا على الموجه القويه اللي هتوصل لها. وكانت نانسي قاعده وقتها وبتتكلم مع الطائر اللي جنبها، وعالجت كمان جناحه المكسور وانقذت حياته من الموت. بعد كده لاحظت نانسي قصادها الخوذه اللي فيها الكاميرا اللي كان لابسها الشاب، فقررت مره واحده انها تروح وتاخدها وتشوف الكاميرا سجلت ايه. ولاحظت بسرعه ان القرش بيعوم حواليها، بس هي قدرت المسافه وان الخوذه قريبه منها، وتقدر كمان انها تروح وتجيبها وترجع مره تاني للصخره قبل ما يهجم عليها القرش. وفعلا نزلت نانسي للميه بكل هدوء وعمت ناحيه الخوذه وخدتها، لكن قبل ما ترجع هجم القرش عليها، بس في الاخر نجحت انها تهرب منه في اللحظه الاخيره. وكانت وقتها نانسي بتضحك ومبسوطه لانها كانت لسه عايشه. بعد كده فتحت الكاميرا وفضلت تتفرج على الفيديوهات، ولاحظت وقتها ان في خطاف راشق في جسم القرش وعامل ليه اصابه قويه. وساعتها افتكرت ان الموجه القويه وقتها قرب ومش فاضل وقت كتير عليها. وهنا لاحظت نانسي عوامه قريبه منها وحسبت المسافه ما بينها وبين العوامه، وطلعت حوالي دقيقه، وان العوامه دي بتبقى موجوده في المكان ده عشان تبقى تحذير للسفن انها ما تقربش بسبب الصخور. ففكرت نانسي انها ممكن تروح عند العوامه وتمسك فيها في الوقت اللي هتمر فيه الموجه القويه. وهنا كانت نانسي بتستعد عشان تروح للعوامه، بس قبل اي حاجه كانت هتعملها قررت انها تسجل فيديو بالكاميرا اللي معاها، وحكت نانسي على كل حاجه اتعرضت ليها وتفاصيل كمان عن اسمها وعنوانها والمشكله اللي بتواجهها. ووجهت رساله لابوها واختها واعتذرت ليهم عن اي موقف هي ضايقتهم
بيه، وقالت لباباها انها مش هتستسلم بسهوله وانها عنيده زي مامتها بالظبط، وان هي كمان بتحبهم جدا. بعد كده خلصت نانسي وقفلت الكاميرا وحدفتها على طول في الميه، وده عشان الموج يوصلها للشط على طول. بعد كده حطت طائر النورس الجريح على حته لوحه تزلج ونزلته في الميه عشان برضه الموج يوصله للشط، وساعتها ودعته واتمنت ليه حظ احسن من حظها. وبعد شويه لاحظت نانسي ان الموجه القويه قربت جدا وانها لازم تنزل وتروح للعوامه في اسرع وقت، لكن بسبب الموجه لقيت اناديل البحر وكانوا كتير جدا طالعين على وش الميه وكمان هتقرصها، وطبعا هي اصلا عندها اصابه فالموضوع هيكون صعب بالنسبه لها جدا. ده غير كمان ان القرش لسه بيعوم حواليها ومستنيه تنزل. وفي الاخر قررت نانسي انها تنزل الميه وزي ما تيجي تيجي. وهنا استنت نانسي لما القرش بعد شويه ونزلت على طول، وكانت وقتها بتعوم في وسط الاناديل وكمان كانوا بيلسعوا فيها، بس هي جت على نفسها واتحملت لغايه لما وصلت للعوامه اللي كان موجود فيها سلم لازم تطلعوا، وكان وقتها القرش وراها على طول وما كانش فاضل الا ثواني بسيطه ويهجم عليها. بس قدرت نانسي في اللحظه الاخيره تطلع السلم ونجحت انها تنقذ حياتها من القرش، وقعدت بعد كده تستريح شويه لغايه لما شافت سفينه بعيده عنها، فقررت انها تفتح صندوق كان موجود في العوامه وكان جواه مسدس صوت ويقدر كمان اي حد يستخدمه. وفعلا خدت المسدس، لكن للاسف الطلق بتاعه وقع منها في الميه وما فاضلش معاها غير طلقه واحده بس، فضربتها نانسي في الهواء عشان السفينه تشوفها، بس للاسف مره تاني بتوع الطلقه في الميه، فنزلت على طول نانسي تجيب الطلق اللي وقع وضربت واحده منهم في السماء. بس كان الوقت عدى والسفينه اتحركت ومحدش اصلا من اللي موجودين في السفينه شاف ضوء الطلقه اللي اتضربت، ووقتها زعلت نانسي وفقدت الامل ان ممكن اي حد ينقذها. وفي نفس الوقت كان في طفل صغير بيلعب بكره على الشاطئ، وساعتها شاف الخوذه اللي فيها الكاميرا وشاف كمان الفيديو بتاع نانسي، فخد الكاميرا وطلع يجري بيها عشان يطلب المساعده. وفي نفس الوقت كانت رجل نانسي رجعت تنزف من جديد بسبب المجهود الكبير اللي هي عملته، وكان لسه القرش برضه بيلف حواليها، فضربته على طول نانسي بالمسدس اللي معاها عشان يبعد عنها. لكن القرش كان شرس جدا لدرجه انه كان بيعض العوامه اللي هي فيها عشان يوصل لها، وقدر ساعتها انه يوقع نانسي في البحر وحاول ان هو يهجم عليها، بس نانسي كانت جوه العوامه وكان حواليها حديد يحميها من الهجمات بتاعته. وهنا لاحظت نانسي ان في اسياخ حديد متثبته في الميه، فنزلت بسرعه نانسي من العوامه وفضلت تعوم للقاع، وكان القرش بيطاردها بسرعه كبيره، فقربت بسرعه نانسي من الاسياخ دي وبعدت في اخر لحظه، فدخلت وقتها الاسياخ في القرش ومات على طول. وفي نفس اللحظه دي بتكون الموجه القويه وصلت وبيحصل اضطراب في البحر، وكانت نانسي في حاله تعب شديد ومش قادره تطلع على وش الميه. وهنا بنشوف الطفل الصغير رجع تاني ومعاه ابوه، ولحسن الحظ بيطلع ابوه كارلوس السواق بتاع نانسي، فشاور الطفل على مكان نانسي ودخل على طول الميه عشان يجيبها، وفضل كارلوس يساعدها ويحاول يفوقها لحد ما فاقت نانسي ولقيت نفسها عدت المحنه اللي كانت فيها، وكانت بتبص حواليها وما كانتش مصدقه انها لسه عايشه، وشافت جنبها كمان الطائر اللي انقذت حياته موجود على الشط، وكان ساعتها خف وبقى سليم. وكمان شافت خيال مامتها وهي واقفه على الشط قدامها وكانت بتضحك ليها لانها طالعه عنيده زيها. وبعد سنه من الحادثه بتروح نانسي على نفس الشط من تاني، بس المره دي كانت مع ابوها واختها، وهي كانت بتجهز هي واختها عشان ينزلوا الميه من تاني، بس قبل ما تنزل قال ليها ابوها ان مامتها لو كانت عايشه كانت زمانها فخوره جدا بيها. فنزلت على طول نانسي مع اختها وركبوا الامواج مع بعض، وكان واضح عليها انها مبسوطه جدا بعد الكابوس اللي حصل لها. وبكده يخلص فيلمنا النهارده، ولو عجبكم الفيلم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يا احلى اخ واخت، واشوفكم على خير في فيديو جديد.